السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. حبايبي، كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة حلول شهر شعبان. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بداية بالشهر الكريم ده هنبدأ نعمل في حلويات علشان رمضان، وتبقى معانا برضو نسجلها كده ونعرف هنعمل ايه في الشهر الكريم ده. هنعمل النهاردة الكنافة بالمهلبية أو بالكاستر أو بالكريمة زي ما تحبوا تسموها سموها. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منكم وقت وبطريقة جديدة. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. أنا هنا معايا نص كيلو من الكنافة حطيتها في الفريزر قبلها بيوم، وطلعتها كسرتها حلوة قوي لحد ما بقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، اول حاجة هعملها هنزل عليها بكوباية من السمنة دي تكون سايحة معايا، وهشيل منها شوية كده. خلاص كده حطيت الكوباية وشلت شوية علشان انا هحتاجهم بعد كده. هبدأ بقى اقلب الكنافة كويس جدا معايا بالسمنة لحد ما الاقي السمنة كلها غلفت لي الكنافة بتاعتي. هبدأ كده اخلطها حلوة قوي لحد ما احس ان الكنافة كلها بقت لونها لون السمنة. خلاص، بعد كده همسك 3 معالق كبار من السكر البودرة، هنزل بيهم على الكنافة. طب ليه ما حطيتيش السكر الاول؟ لان السكر الاول لو كنت حطيته على الكنافة كان هينزل تحت وكان هيغلبني، ما كانش هيختلط كويس بالكنافة. انا الاول غلفت الكنافة بالسمنة وبعد كده نزلت بالسكر، والسكر لازم يكون بودرة، وهبدأ اخلطها حلوة قوي. جبت بقى الصينية وبدأت أنزل فيها كده بباقي السمنة اللي أنا شلتها. المقاس اللي انت حابة تعمليه هتعمليه. الصينية دي مقاس 28، وما خدتش كمان النص كيلو كله، يعني النص كيلو اتبقى معايا منه شوية حلوين، لأن هتعمليها سمكها مش هيبقى تخين قوي. علشان تبقى حلوة معاكي غلفت الصينية كويس جدا بالسمنة من الجوانب ومن تحت بالفرشة كده، وبدأت أنزل بقى بالكنافة بتاعتي كلها واغطي الصينية كويس جدا. بفرد الصينية وبغطيها حلوة قوي، بظبطها كده من الحروف وبداري بلاقي الحتة اللي هي بتبقى خفيفة كده شوية ببدأ أنزل فيها بكنافة واغطيها. هبدأ بقى أضغطها. أهم حاجة في طريقة الكنافة بالكستر، الطريقة دي لازم تنضغط كويس جدا زي ما احنا شايفين. وانتي بقى وانتي بتضغطي كده هتشوفي لو في اي فراغات، اي قطعة عندك خفيفة شوية، هتبدأي تحطي عليها الكنافة وتظبطيها خالص. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة واتابعها لحد لونها ما يبقى وردي كده زي ما انتوا شايفين. عملنا الشربات وكنا طبعا مجهزينه، والشربات لازم يكون بارد جدا. الشربات عملناه كذا مرة مع بعض في القناة، عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية. هسيبهم يغلوا غلوتين 3، وبعد كده هضيف عصير الليمون ورشة الفانيليا بعد ما اطفي عليه النار. نزلت بالشربات بتاعي كده على الكنافة بعد ما برد، يعني أنا عاملة الشربات من قبل الكنافة ما تجهز علشان يبقى بارد معايا، وضفته على الكنافة وهي لسه طالعة سخنة. تعالوا بقى نشيل الكنافة على جنب لحد ما نعمل الطبقة التانية بتاعتنا وهي طبقة المهلبية. أول حاجة هجيب 3 كوبايات من اللبن، هحط عليهم 6 معالق كبار من النشا، يعني لكل كوباية لبن معلقتين. انا نزلت كده هنا ب6 معالق من النشا على 3 الكوبايات اللبن. وخلوا بالكم كل ده على البارد، انا لسه ما رفعتش على النار. هنزل عليه بقد ايه سكر، 3 معالق سكر كبار حلوين قوي، لكل كوبايه معلقه كبيره من السكر. انا مش عايزه الطبقه دي تكون مسكره، لان انا عايزه المهلبيه بتاعتي تكسر حلاوه الكنافه. بتبقى حلوه قوي الكنافه بالكريمه لانها بتبقى كده لها طعم مميز. بتحس ان الكريمه كده مديه عضوبيه شويه للكنافه، يعني ما بتبقاش مسكر على مسكر، لا بيبقى طعمها حلو جدا. ببدأ بقى أقلبها الأول على البارد وبرفعها على نار متوسطة. ايديا في التقليب المستمر لحد ما يبدأ الخليط يتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده. وهو سخن شايفين شكله ايه، هنزل بيه على الكنافة كلها.
ببدأ افردها على طول في ساعتها، يعني ما تستنيش علشان ما تجمدش معاكي. الطبقة دي لازم تكون تقيلة شوية علشان انا عايزاها متماسكة، ما بتبقاش سايلة. شايفين؟ ببدأ افردها كده وبسويها بقى في الجوانب، وببدأ بقى عايزة تشكليها بأي حاجة عندك شكليها. أنا هنا شكلتها بصوص كراميل، ممكن تزينيها بأي حاجة عندك. صوص شوكولاتة ممكن، ممكن تحطي مربى، ممكن تحطي سوداني، بشر اللي انت حباه ممكن تحطيه. يعني ممكن تحطي سوداني مجروش كده، ممكن تحطي بشر عليها. الحاجات ديت يعني كشكل جمالي من فوق، انما هي كطعم رائعة جدا، مش محتاجة حاجة. خلاص كده انا اديتها الشكل ده كده وسبتها بقى تبرد تماما. انا ما قطعتش الكنافة بتاعتي دي الا لما بردت خالص، يعني انا حطيتها كمان في التلاجة لمدة نص ساعة. شايفين الجمال؟ شكلها يفتح النفس بجد وهي كده. خلاص كده بعد ما تطلع بقى من التلاجة هبدأ اقطعها بالراحة كده بالسكينة، واحدة واحدة، هي هتتقطع معايا حلو قوي. واسلك الكنافة بتاعتي من تحت كويس جدا علشان لما اشيلها تتشال معايا كلها بسهولة. اولا الطريقة دي سهلة جدا وهتوفر عليكم كتير. يعني ممكن بربع كيلو كنافة هتعملي صينية تحفة بالجمال ده. سهلة وبسيطة، غير الكنافة اللي بتتحشى من النص. طبعا دي حاجة ودي حاجة، بس انا قلت اغير لكم شوية ونعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان ما خدتش مننا كنافة كتير، يعني طبقة واحدة وكانت جاهزة. اخف صينية كنافة ممكن تعمليها وهتدوقي بقى طعمها. الطعم يا جماعة مش عايزة اقول لكم روعة، وما خدتش مني نص ساعة كانت جاهزة. اهم حاجة قبل ما تبدأي في الصينية بتاعتك تكوني مجهزة الشربات بتاعك ويبرد، اهم نقطة طبعا. والكنافة اول ما تدخل وتطلع من الفرن هتنزلي بالشربات وهي سخنة، علشان تبقى الكنافة بتاعتك طرية كده وجميلة. جربوها حبايبي هتعجبكم جدا، الطريقة سهلة وبسيطة، هتقومي تعمليها مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. يا ريت حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.